انت عارفة ان التلاجة اللي المفروض بتحفظ الاكل ممكن تكون سبب في اساسي في ان الاكل يبوظ بسرعة؟ غلطات صغيرة جدا في ترتيب التلاجة والتخزين فيها ممكن تضيع مجهودك وتعبك وفلوسك كمان، والأسوأ انها ممكن تضر صحتك وصحة اولادك. تعالي اقولك على ايه الاخطاء اللي كلنا بنقع فيها وبنعملها، وازاي نخلي التلاجة تحافظ مش تبوظ. فضلا وليس امرا، اللي مش مشترك في القناه يشترك، واللي بيشوف الموقع اخر ممكن يعمل متابعه وشير ولايك وتعليق في المحتوى لتدعيم القناه لنشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، واثبت وجودك بالصلاه على الحبيب. اولا نشوف اول حاجه وضع الاكل من غير غطا. نحط الاكل في التلاجة من غير غطا. لما بندخل اكل مكشوف، الاكل المكشوف ده بيحصل له ايه؟ بيتاكسد بسرعه. يعني بيتاكسد بسرعه يعني بيتغير طعمه، وكمان شكله كمان ممكن يتغير، وبتنتقل له ريحه من طبق اللي جنبه. الاطباق بتنقل الريحه لبعضيها. اذا الحل غطي الاكل دايما، يا اما تحطيه في علب محكمه او اطباق متغطيه كويس بالاسترتش. الاسترتش حل مؤقت يا جماعه، ممكن يمشي الحال يومين ثلاثه بالكتير، لان في نفاذيه ممكن يدخل الاكسجين بتاع الجو، وممكن ايه مع الوقت ممكن يعمل اكسده. فهو حل ايه يعني يوم او اتنين، والكلام ده اللي هو الاسترتش اللي هو النايلون الشفاف ده. ايه الغلطه الثانيه بقى؟ دي الغلطه الاولانيه. الغلطه الثانيه اكبر خطر، اننا بنخلط الاكل الني بالاكل المطبوخ. اللحوم النيه، خلي بالكم صحصحوا معايا كده، اللحوم النيه والفراخ النيه المفترض انها بتكون في اخر رف، في الرف اللي تحت خالص. ليه بقى؟ لان احنا لو حطيناها فوق، وممكن لو نزلت ميه منها او سوائل هتلوث كل الاكل اللي تحتيها، وطبعا هي لسه نيه يعني مليانه ميكروبات. الاكل المطبوخ بقى والجاهز يكون في اول ايه رف. يبقى اول رف نحط فيه الاكل الجاهز والمطبوخ، واخدين بالكم؟ الرف الاخير خالص نحط فيه الفراخ النيه واللحمه النيه. لو فراخ عايزين نفكها او لحمه عايزين نفكها نحطها في الرف اللي تحت. ولازم نعرف ان حراره الارفف دي كلها مش زي بعضها. الارفف حرارتها مش زي بعضها. احنا عارفين الثلاجه درجة حرارتها المفترض انها زائد 4، يعني درجة مئوية طبعا، وممكن تبقى اقل. التبريد في الثلاجة بيبدأ من فوق لتحت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الرف العلوي بيكون ابرد مكان. الرف العلوي بيكون ابرد مكان، ده نخصصه للالبان والجبن والاكل ايه المطبوخ. نخصصه للالبان والجبن والاكل المطبوخ. الرف اللي في النص بقى بيكون اقل تبريد شويه، ده نحط فيه البيض لو مغسول. خلي بالكم لو بيض مغسول نحطه ايه في الرف اللي في النص، وطبعا باقي ايه باقي المأكولات. الادراج السفليه دي معموله اساسا علشان الخضار والفاكهه، علشان رطوبتها مختلفه. دي تاني حاجه. تالت حاجه وضع الاكل زي ما هو كده، واحنا بنجيب الاكياس السوداء دي من السوق نحطها زي ما هي في التلاجة. ودي غلط كبير وخطر كبير يا جماعه. ليه؟ لان الاكياس دي مش مخصصه لحفظ الاكل، وممكن كمان تنقل ميكروبات وكيماويات. هي محطوطه عند البياع ما تعرفيش مين المساكه واتحطت على ايه وعملت ايه. وهي اساسا الاكياس السوداء دي معموله اساسا من الزباله ومن البقايا بتاعه القمامه والحاجات دي كلها. اذا ممكن تنقل ملوثات وتنقل كيماويات للتلاجة بقى واي حاجه موجوده في التلاجة. الاهم انها بتمنع حتى حركه الهواء ودوران الهواء في التلاجة، وممكن تعرق الاكل اللي اتحط فيها. الافضل طبعا ان احنا ننقل الاكل، نجيب الكياس دي من السوق، ننقلها في حاجة تانية، اكياس تانية خاصة بالتخزين، او ننقلها في علب ونقفل عليها كويس. الخطأ الرابع، ده الخطأ الثالث. الحاجة الرابعة هي وضع البيض المغسول في باب التلاجة. احنا عارفين هنا باب التلاجة ده اضعف مكان فيه تبريد. باب اللي بيتفتح ويتقفل، باب بيتفتح ويتقفل، وبالتالي التبريد فيه بيكون ايه مش قوي. يعني اضعف مكان هو باب التلاجة. لكن لو احنا جايبين بيض وتأكدين ان مش مغسول، ممكن نحطه بباب التلاجة ده، وبحيث ان احنا نستهلكه على طول. لكن في ناس بتشتري من السوبر ماركت بيض مغسول، يبقى في طبق بلاستيك كده بيكون بيض مغسول، ده ما نحطوش في باب التلاجة، ده يتحط على الرف الوسطاني في التلاجة. ليه بقى؟ لان الغشاء اللي موجود حوالين البيضة اللي بيحفظ البيضة يروح مع الغسيل. الغسيل احنا قلنا عليه كلام قبل كده، كلمنا فيه قبل كده. الغشاء ده بينزل مع المية وبيدوب في المية، وبالتالي المسامات بتاعة البيضة بتبقى مفتحة، وممكن اي ميكروب يخش فيها وهي في باب التلاجة. عشان كده درجة حرارة التبريد بتاع الباب غير جوه. واخدين بالكم؟ طب دي رابع حاجة. نمسك خامس حاجة،
الاخطاء الشائعه، من الاخطاء الشائعه هو غسيل الخضار والفاكهه قبل ما نحطها في الثلاجه. في ستات كتيره بتجيب الفاكهه وبتجيب الخضار تغسلها وبعدين تحطها في الثلاجه، ده غلط يا جماعه. هي كده ممكن تعرق وتبوظ بسرعه، الخضار كده ممكن يبوظ بسرعه، والافضل طبعا الغسيل قبل الاستخدام. يعني جبنا كوسه، جبنا بطاطس، جبنا بدنجان، جبنا مش عارف ايه، نحطه في الثلاجه زي ما هو، واخدين بالكم؟ بس طبعا مش في اكياس السودا، نحطه في الثلاجه زي ما هو، ولما نعوز شويه منهم ناخدهم نغسلهم كويس قبل الاستخدام، باستثناء الموضوع ده للخضار، باستثناء الورقيات، يعني البقدونس والكزبره والشبت، لا دي ما نحطهاش زي ما هي. ليه؟ هنقول لك لازم تتغسل البقدونس والكزبره والشبت والورقيات الشبيهه، لازم تتغسل كويس قبل ما تحط في الثلاجه، بس بعد الغسيل لازم نجففها كويس جدا، نجففها كويس جدا، وبعد ما ننشفها نلفها بمناديل ورق ونحطها في الثلاجه. دي هتفضل فتره طويله جدا فريش زي ما هي. يبقى نظفناها، جففناها، لفيناها بمناديل، نحطها في الثلاجه، هتطول فتره اطول من لو حطيناها في الثلاجه من غير غسيل، لها ممكن تبوظ بسرعه من غير غسيل، عكس الايه الخضروات الثانيه. الادراج اللي في الثلاجه يا جماعه دي مش جايه للزينه، الادراج اللي تحت دي مش جايه للزينه، هي بيئه رطوبتها مختلفه عن باقي الثلاجه، علشان كده الخضار فيها من غير اكياس مقفوله بيعيش فتره اطول. يعني نجيب خضار من غير كده ونحطها في قلب ايه الدرج اللي تحت من غير ما نحط كيس ولا حاجه، بتعيش فتره اطول. الميه بتسرع من التلف وبتشجع نمو البكتيريا والعفن. كمان الغسيل بيجرح القشرة خصوصا الطماطم والخيار والعنب وبيقلل عمرها. يعني المفترض ان احنا ما بنغسلهاش الا قبل ايه الاستخدام. يعني التخزين الجاف بيخلي الخضار والفاكهة تعيش اطول. نخش بقى على الفريزر. الفريزر مش مخزن عشوائي، عشان نستفاد من الفريزر كويس ونستغل المساحه الموجوده اللي قد تكون محدوده، نحط فيها اكبر كميه اكل وتتجمد كويس وما تبص مني وتعيش فتره طويله. احنا لو حطيناها مثلا في اكياس، نقول مثلا هنحط في اكياس، الكيس بعد ما نحط فيه الاكل نفضيه من الهواء تماما عشان نحافظ على الاكل بنفس الطعم ونفس الشكل من غير ما ينشف او يسود، وفي نفس الوقت ما تشغلش مساحه على الفاضي. الهواء الموجود ده ممكن يشغل مساحه على الفاضي. دي اول حاجه. تاني حاجه نفرد الاكل بشكل مسطح، نخليه بشكل ايه، نبططه كده نخليه بشكل مسطح. الغرض من الموضوع ده بيخلي التجميد يتم بسرعه، وبعدين في نفس الوقت بيوفر مساحه وبيتجمد اسرع طبعا زي ما قلت، وفكها بيكون اسرع، لما نيجي نفكها بعد كده بيكون اسرع. بعد كده احنا حطينا حاجه لسه جديده، المفترض الحاجه جديده دي حطينا كيسين 3 جداد، نسيب فراغات بينهم ونحطها يوم او 2، يعني يومين لغايه ما يتجمدوا كويس، بعد كده نحطهم فوق بعض. يعني مش من اول هم لسه جداد محطوطين في الفريزر نحطهم فوق بعض كده، الهواء مش هيخش فيهم، هياخدوا وقت طويل جدا في التجميد. لكن لما نحطهم في فراغات بينهم وبين بعضهم في الاول، واخدين بالكم بتتجمد بسرعه، والتجميد السريع ده هو ده المطلوب، ما بيبوظش معانا اكل. يبقى بعد ما الجماعه بعد يومين نيجي واخدينهم ورصينهم فوق بعض، حتى لو من غير مسافات او مسافات بسيطه خالص بينهم كده. الملحوظه الثالثه في نقطه الفريزر، قطعي اللحمه بالحجم اللي هتطبخي بيه. يعني احنا هنطبخ الكيس ده هنقطعه مثلا عشان نسلقه، هنقطعه مثلا قطع كده مثلا، نقطعه ونرصه في كيس ونحطه في الفريزر، ما نحطش اللحمه كلها مره واحده. في نفس الوقت انا عارفه ان انا بستخدم كل مره نص كيلو لحمه او كيلو لحمه، ما اخدش يعني جايبه 2 كيلو، ما اخدش ال 2 كيلو كلهم احطهم في الفريزر بلوك واحد كده، لا انا بخلي على قد الوجبه، وفي نفس الوقت الوجبه الواحده بقطعها على حسب الحجم اللي انا عايزه قطع، عايزه طرنشات، عايزه حاجه، بخليه بالقطعه اللي انا هطبخها فيها. ملحوظه مهمه جدا تانية، ازاله التلج من الثلاجه. الناس كتيره فاكره ان كل ما كان التلج كتير في الفريزر التبريد بيكون اقوى. تخيلوا العكس هو الصحيح، التلج بيعمل عازل تبريد. يعني في معلومه يعني ممكن ما تخطرش على بال حد، التلج اللي في الفريزر ممكن يعمل عازل تبريد وبيضعف التبريد، وفي نفس الوقت بيستهلك كهرباء اكتر. يبقى لازم نسيح التلج ده اول ما يوصل حوالي 5 مللي. انت عارفين يعني ايه 5 مللي؟
عارفين السنتي ده 10 مللي، يعني نص سنتي. لما التلج حوالين في الجدران، في السقف والجدران والارضيه بتاعت الفريزر يوصل كده حوالي 5 مللي، نص سنتي بالكتير، نحاول نيجي عاملين ايه؟ نيجي فاصلين الكهرباء ومفضيين التلاجة ونيجي ايه؟ شايلين ايه؟ نسيب التلج يفك براحته، ما نكسرهوش بالسكينه بقى عشان ما نخرمش الفريزر. وبعد كده بعد ما خلصنا فرغنا الفريزر كويس، ننشفه كويس قبل ما نرجع الاكل فيه تاني. يا جماعه التلج على الجدران مش دليل على الكفاءه بتاعت التلاجة. التلج على الجدران مش دليل على الكفاءه بتاعت التلاجة، بل هو بيدل ان فيه مشكله. الفريزر كويس هو اللي جدرانه نظيفه وما فيهاش تراكم تلج. لما تلاقي تلج قلنا ايه؟ لازم نفضي ايه؟ التلج اللي فيها كويس. السؤال اللي بتردد بقى كتير وهي مدة حفظ الأكل في التلاجة وخصوصا اللحوم والفراخ. هنفصل أول نقطة إنه الجزئية بتاعت التبريد. التلاجة دي فيه جزء فريزر وتحتيها تبريد. لو هنحط في التبريد اللحوم النية ما بتقعدش أكتر من يومين، يعني اللحوم النية يوم أو يومين بكتير في التبريد من تحت. والفراخ برضو يوم أو 2 بالكتير، يعني الفراخ واللحمة لو نية تقعد في التلاجة يوم او 2 بالكتير. وقلنا نحطها في انهي رف؟ في الرف اللي تحت. لو اللحوم دي مطبوخه بقى او الفراخ دي مطبوخه ممكن تعيش من 3-4 ايام لو التلاجة كويسه. لو اللحوم والفراخ مطبوخه ممكن تعيش في التلاجة من 3-4 ايام بالكتير بقى. طبعا نبص على الفريزر بقى بيعمل ايه؟ بيوقف نمو البكتيريا مش بيقتلها. في ناس معتقده ان الفريزر بيقتل البكتيريا، لا، الفريزر بيوقف نمو البكتيريا، يعني بيخليها زي ما هي، اللي داخله وهي بكتيريا داخله فيها بتتن زي ما هي، ما بتنمو، يعني ما بتتكسرش، ويخلي اللحوم تعيش شهور. طب ايه هي مده اللحوم في الفريزر؟ دايما في ناس بتسالني الاسئله دي. اللحوم الحمراء الدراسات بتقول من 4 ل 12 شهر. الله، هتقول يعني ايه 4 و12؟ طب ما تقول 12 شهر هتقول بتقعد سنه. لا، هي هنا امنه لغايه 12 شهر امنه، لكن الجوده العاليه لو انا عايز في اللحمه باخدها بالجوده اللي دخلت بيها بيكون ايه؟ اول شهر وثاني شهر وثالث شهر، 4 شهور يعني. لكن ممكن تعيش معايا لل 12 شهر، هي امنه لكن الجوده بتقل. الفراخ طبعا مدتها في الفريزر برضو سنه. الفراخ المقطعه بتقعد 9 شهور. واخيرا التلاجة مش مجرد صندوق بحط فيه الاكل وببرده. التلاجة دي خط دفاع اساسي لصحة كل البيت. كل رف له وظيفة، كل رف في التلاجة له وظيفة، وكل عادة صغيرة بتفرق في صلاحية الاكل وجودته. الشاطر بقى والشاطرة مش اللي بيشتري اكل كتير، الشاطرة مش اللي بتشتري اكل كتير، الشاطرة هي اللي بالهدر بتاعها بيكون قليل وبتحافظ على الاكل اكتر. مين فيكم بقى بيرتب التلاجة بالطريقه اللي انا قلت عليها دي؟ وايه اكبر غلطه اكتشفتوا من انتم بتعملوها وانتم ما تعرفوش؟ منتظر اسئلتكم واستفساراتكم بخصوص التبريد والتلاجة، ان شاء الله هجاوب عليها كلها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وفي ميزان حسنات كل من شاهد هذا الفيديو، وشارك في نشره لتعم الفائدة ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعوا لاخوانكم. والسلام عليكم ورحمة الله.